انا واحد جاي من مصر يا جماعه اول انا لسه ما امبارح. جبتش عربيه حضرتك. حرفيا ما كانش انا معايا نازل من الاتوبيس. انا كنت انفستنج بانكر في بنك الاي اس بي لمده 10 سنين. جميله. مش شعبولي كده. لو رحت اوبر ايوه هتدفع 20. لو رحت هدفع 20. اي شركه ثانيه هتدفع 100 و 150. 120. انت عايز تقول لي انك هتعملي حاجه اقلل بيها العماله والناس دي ما تاكلش عيش؟ لا قط. يا ابني اخر حاجه بعد كل الكوكب، بعد كل اخر القارات اللي احنا عارفينها في الخريطه والناس والكلام ده كله، بعديها في الجدار الجليدي بعزها كيفن ديفريتس. مين بعيد يعني؟ فقلت له مش فاهم يعني ايه بيلدر. انا بقى قلت يمكن هتشتغل ريل استيت ديفلوبر، ماونتن فيو مثلا. انت ماسك 200 مليون دولار. يعني انا زمان كان عندي شكوك كتيره، كنت عادي ما اعرفش، هي مش مهتم بالموضوع، مش فارقه معايا. يعني هو حلو ووحش. انت لو جيت هنا اتشقلبت باك فليب نزلت على وشك، هتلاقي واحد معدي يقول لك في الصباح الفل والريلاكسيشن. نيوزيلندا يا جماعه، احنا في نيوزيلندا. دخل المدير دخل عليكم يا جماعه اتغديتوا؟ اسوأ والله، اسوأ والله، اسوأ. هحكي لك. ايه اغلى نصيحه سمعتها في نيوزيلندا؟ حاجه غاليه كده تحس ان انت ايه هتتشبث بيها وعمرك ما هتفرط فيها. الامريكان واضحين جدا على طول على طول، الا في حاجه واحده. فانت لو قعدت تحسب انت بتاكل بكام وبتشرب بكام، ولا هتاكل تتعب ولا هتشرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. من 4 سنين ونص تقريبا صورنا فيديو مع شاب جميل، ولكن النهارده احنا بنعيد تصوير هذا الفيديو في ظروف مختلفه تماما وبعد زمن مختلف تماما وبعد الكورونا وبعد كل الحاجات اللي حصلت. فتعالوا بينا نتعرف على هذا الشخص محب البرجوله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عمرو؟ صدفه جميله جدا. عامل ايه؟ طبعا. ازاي قابلتك بالصدفه دي؟ والحاجه موجوده والمايكات راكب راكبه والدنيا جميله يعني. ازيك يا عزيزي؟ ازيك يا ابو يحيى؟ عامل ايه؟ حلو حلو. ده لقاء السحاب. احنا حاولنا نصور الفيديو ده قبل كده مره وصورنا فيه زمن جيد لا باس به يعني، وبعدين للاسف العمليه باظت. جيمبل لسه جديد وبنجربه، فخلينا نبدا كده يا استاذ عمرو. يلا بينا. تيجي نتمشى. قبل ما نقول اي حاجه عايز اسالك سؤال. اتفضل. ماشي. ايه اغرب حاجه انت قابلتها في البلد على مدار قعدتك فيها؟ على مدار 6 سنين ونص. بص، في واحد حكى لي حته موقف، يعني انا لو كنت سمعته قبل ما اجي البلد ما كنتش هفهم، بس عشان جيت البلد انا برضو مش فاهم. خلينا اشرح لك الموقف. ايوه. قابلته هو شغال في الجيش، ضابط في الجيش نيوزيلندي. فبتكلم معاه انت عملت ايه في حياتك؟ ليه بتكلم معاه؟ عشان كنت بتكلم معاه عن شركه معينه متخصصه جدا في الانفستمنت بانكينج، واستغربت ان هو عارفها. قلت له انت ازاي عارف الشركه دي؟ أيوة. قال لي ما قلتكش انا كنت انفستنج بانكر في بنك الاي اس بي لمده 10 سنين. كان شغال في البنك لمده 10 سنين. قال لي كنت ماسك اكونتس ب 200 مليون دولار. يا الله. ماسكهم وبادرهم، بوزع استثماراتهم على ادفايزرز، وانا ادفايزر قبل كده. ماشي ما شاء الله. بعد كده احتفلت بعيد ميلادي ال20 في البنك. مديري جه 20 سنه في 20 البنك. سنه، مش مصدق طبعا حاجه زي كده. قال لي مديري جه وبيكرموني وبيجمعوا كلهم، بنحتفل ب 20 سنه ليا في البنك. اول ما سمعت الموضوع ده، هو بيقول لي يعني اول ما سمعت ان بقى لي 20 سنه قلت بس انا كفايه كده، انا مش هكمل ولا يوم اكتر من كده، انا هستقيل. انا كده استكفيت. وهشتغل بيلدر. فانا عارف يعني ايه بيلدر. بيلدر يعني فاعل، يعني أيوة. بيجيب الطوب ويبني فيه مبنى. أيوة. يعني بيحط كده خرسانه واسمنت وخشب. أيوة. يبني مبنى يعني بايديه، اشتغل في الفاعل بالظبط. فقلت له مش فاهم يعني ايه بيلدر. انا بقى قلت يمكن هتشتغل ريل استيت ديفلوبر، ماونتن فيو مثلا. انت أيوة. ماسك 200 مليون دولار في البنك. أيوة. قال لي هشتغل بيلدر. قلت له طب وازاي تشتغل بيلدر بعد ما كنت انفستنج بانكر؟ قال لي انا برضو كان عندي الشك ده، بس اللي شغلني عنده كان صاحبي وقال لي ما تشغلش بالك، انا مش عايزك عندك خبره ولا حاجه. قال لك انا جربتها واشتغلت. هو فاكر ان انا مشكلتي ايوه خبرتك في البيلدينج. ايوه. مين اللي شغالك؟ ايوه ما كانتش مشكلتي كده. مين اللي اوريدي شغالك؟ فانك تبقى انفستنج بانكر في يوم، تاني يوم بيلدر، بعديها بكام يوم تبقى في الجيش النيوزيلندي ضابط. هي دي نيوزيلندا، هي دي. يعني هو انتهى بيه الحال ان هو بقى ضابط في الجيش عادي. بس هو بالنسبه له الثلاثه دول جنب بعض، الثلاث وظائف جنب بعض مش فارقه. بانكينج زي الجيش زي الفاعل، بالنسبه له حاجه واحده، شغلانه بحبها اشتغلتها جربتها عجبتني بس بتجيب فلوس. فهي دي البلد، هي دي بلد كل حاجه. وفي حاجات كتيره مش منطقيه. يعني لو جيت مثلا سالت نفسك البيزنس بتاع التاكسي شغال ازاي في البلد دي؟ تاكسي ايه المنطق في التاكسي هنا؟ لو رحت اوبر ايوه هتدفع 20. لو رحت 20. اي شركه ثانيه هتدفع 100 و 150. 120. ايوه. ازاي ده شغال؟ يعني ازاي في تاكسي شغال النهارده وبيقبض مرتبه وباشا، مع انك بتشارج 120 دولار في حين اوبر ب 20 دولار؟ ازاي؟ ايوه. هتلاقي الاجابه ايه؟ ان البلد مش سايبه البيزنس يقفل. فعملوا ايه؟ يشغلوا كل المستشفيات واي سي سي والحاجات الحكومه كلها انها بالعافيه تاخد التاكسي، ما تاخدش اوبر، وبالتالي البيزنس يكمل. ليه بقى؟ عشان مش عايزين نتعايش حد، عشان البلد تعيش. لا عايز يشتغل تاكسي يشتغل تاكسي، يشتغل في الجيش يشتغل جيش، يشتغل فاعل يشتغل فاعل،
كله هياكل حلو في الاخر وكله هينام شبعان. طيب هي دي البلد. طيب ماشي، بما ان احنا بنتكلم عن البلد، عايزك تلخص لنا نيوزيلندا في كلمه. في كلمه. كنت مره في ميتنج وبنعمل اكتيفيتي كده، فقالوا يا جماعه يلا كل واحد يجي عليه الدور يحكي لنا ايوه هيز ميديوكر سوبر باور. ميديوكر سوبر باور. فانا كلمه ميديوكر ما عدتش عليا خالص قبل كده، ما اعرفهاش يعني. انا الانجليزي بتاعي كويس وكل حاجه، بس الكلمه ما اعرفهاش خالص. فقعدت ادور يعني ايه ميديوكر. ايوه لقيت ان هي معناها مه مه حرفيا. ده انجليزي ده برضه. لا اللي هو في المتسابه بالعربي المصري يعني. اللي هو ميديوكر كده يعني ايه، على الله على الله حكايته حرفيا. فلما ركزت في الكلمه دي لقيت هي دي نيوزيلندا، تلخيص نيوزيلندا كلها ميديوكر. يعني ايه ميديوكر؟ ايوه يعني ولا الانفستنج بانكر هيبقى كده، ولا التكنولوجي جيك هيبقى ستيف جوبز. بلد ماشيه بص جميله بالشعبولي كده. بس هو ده ترجمه ميديوكر. ميديوكر. فالبلد ماشيه على الله حكايتها. ايوه بالشعبولي كده ماشيه البلد. انت ممكن تخش مطعم تلاقي مثلا واحده مثلا سينجر بتغني. ولا مهتمه بشكلها ولا جسمها ولا لبسها ولا بتعرف تغني، بس هي قاعده بتغني والناس بتسقف لها. والله بتكلم بجد. ولا بيفهم حاجه. ليه الناس بتسقف لها؟ عشان البلد كده، الناس كلها راضيه ان البلد. احنا لازم ندعم جميلة. الناس وندعم الحاجات عايز. وده شيء يعني هو حلو ووحش. انت لو جيت هنا اتشقلبت باك فليب نزلت على وشك، هتلاقي واحد معدي يقول لك جود نيو سقف لك. ايوه جامد يا اسطى. انا نازل على وشي حضرتك. هي بلد حلوه. ايوه حنينه. أيوة. انا بقى مش انا بعيش في حياتي بحضر ميتنجز مع نيوزيلنديين. ايوه وفي نفس اليوم ميتنجز مع الامريكان. لك ان تتخيل الفرق. ايوه متخيل الفرق مش ان ده احسن من ده ولا حاجه، كل واحد مختلف. ففي الدم الحامي امريكا حاجه تانية خالص كومبيرد بدول كتير قوي. في الصباح الفل والريلاكسيشن نيوزيلندا. يا جماعه احنا في نيوزيلندا. هنفطر ايه النهارده؟ نشرب قهوه. انا في مره كنت في شركه كبيره من شركات الاتصالات الكبيره جدا. حصل ان الداتابيز وقعت واصبح كل ريبورتنج متعطل وتيمات كتيره والفاينانشال كلوزر متعطل وكل حاجه متعطله. والتيم المفروض هيحل المشكله كان التيم بتاعنا. لقيت الناس الساعه 2 جت، دخل المدير دخل عليكم يا جماعه اتغديتوا؟ والله اسوأ هحكي لك. لقيت الناس بتقوم تقف عشان الساعه جت 2. ايوه بقول لهم انتوا رايحين فين يا جماعه؟ قالوا لي في تيم ميتنج دلوقتي. ما انا عارف ان في تيم ميتنج دلوقتي. طب ما احنا قاعدين، طب ما احنا مع بعض كده بنحلها. لا في تيم ميتنج لازم نروح. انا مذهول المنظر، الناس بتقف كلها ورايحه الميتنج بجد. يا جماعه طب والمشكله؟ دخلنا جوه كان ميتنج عشان ايه بقى؟ بنطلع لوجو، والله العظيم بتكلم بجد. لوجو وسلوجان للتيم عشان البيزنس لما يفكر في التيم بتاعنا ايه اول حاجه تيجي في باله. رسمنا بطه، والله العظيم رسمنا بطه وعملنا عليها سلوجان اكيد مش فاكره. بس انا قاعد بحرق في دمي البطه الداتابيز اللي واقعه اللي ما حدش منها غيرنا واحنا عمالين نعمل كده عشان بس. انا بقول له يا جدعان طب والميتنج والداتابيز. المدير قال لي حرفيا كده، قال لي وي ار نوت سيفينج لايفز. ايوه تمام صح على فكره. يعني بص مفيش حد هيموت. من ساعتها وانا بحرقش في دمي. ايوه دي نيوزيلندا خلاص بتاخد البلد بطبعها فول باكج. طبعها هو ده طبعها. ده طبعا احساس ما كانش عندي في الاول. كنت مثلا يعني انا اول مثلا 3 سنين في حياتي ما فيش مره خدت فيها سيك ليف ولا ليف اصلا. ما كنتش باخد اجازات. ليه تعمل كده؟ بتلاقي ناس يعني بتلاقي عادي جدا واحد يصحى الصبح انا مش حاسس ان انا محتاج انزل الشغل النهارده. انا ماليش نفس. فانا هاخد سيك ليف. وتيجي بالليل تلاقيه في الجيم. انا عارفه في الجيم بنروح مع بعض جيم واحد. ايوه فانت ازاي كنت سيك ليف النهارده الصبح؟ هو ما كانش عيان. هو مش كان منتلي مش تمام قوي. مش عايز اجي الشغل. ايوه انا عارف انا فانت هتيجي نيوزيلندا تعيش بدماغ نيوزيلندا. لو عشت بدماغك هتتعب. لازم تعيش زي ما الناس عايشه. الحاجات صح طبعا اللي هي يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها ما تحرقش دمك. عندك حق. طب هسألك سؤال تاني. ايه اغلى نصيحه سمعتها في نيوزيلندا؟ حاجه غاليه كده تحس ان انت ايه هتتشبث بيها وعمرك ما هتفرط فيها. غاليه يعني. كيفن الله يمسيه بالخير. ايوه انسان جميل جدا 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 والله، من الناس اللي بعزها. كيفن ديفريتس. مين يعني؟ ده اللي بعت لي اول بوست على لينكد ان، عندنا جوب يا عمرو في نيوزيلاند ما تيجي. ما شاء الله مديرك. بقيت جوجل سيرش بقى وات از نيوزيلاند واين تقع والحاجات دي كلها، وفي الاخر رحت نيوزيلندا. النصيحه اللي نصحوني دي كنت لسه جاي البلد مثلا من 2-3 لسه جديد خالص يعني. هنا بيسموها فريش اوف ذا بوت. انت لسه جاي من البلد بيسموها فريش اوف ذا بوت. لسه نازل من المركب. كانك معبينك على ترحيلات بالظبط. قاعد معايا ومهموم جدا. فانا يعني انا بعزه جدا بس هو شخصي جدا. ايوه انسان بجد جميل. فقعدت معاه مالك يا كيفن ايه اللي حصل؟ قال لي متلوت جدا يا عمرو، متلوت جدا. بعد كده سكت وقال لي عمرو ما تجيبش يخت. ما تجيبش ايه؟ ما تجيبش يخت. ايه؟ يخت. فانا
ما بكتب اجيبش ايه؟ لحظه، ضحكتي. انا واحد جاي من مصر يا جماعه اول انا لسه ما امبارح، جبتش عربيه حضرتك، حرفيا ما كانش انا معايا نازل من الاتوبيس. ما تجيبش يخت. ما تجيبش يخت. ايه هو اليخت يا عمر؟ بس عشان نبقى برضه ايه معاك. فليه ليه يا كيفن ما اجيبش يخت؟ ليه؟ انا كنت لسه هجيب يخت دلوقتي. انت انا لسه متعاقد حالا. ليه بتقول لي الكلام ده؟ فقال لي مشاكله كتير قوي، مشاكله كتير، وصياناته والباركنج بتاعه برضه مكلف. صح. انت هات بوت لنفسك وخلاص. بس لما تعوز يخت كبير تأجر يخت يومين 3 تطلع بيه وترجع، بس كل يوم تروح بالبوت بتاعك عادي. صح. عارف انا على الجانب الاخر لما احب انقل عفشي، فاهم، باجر عربيه. ما بشتريش عربيه ترك. ما تجيبش يخت. فده بالنسبه لي كان كلتشر. انا شايف انكم ايه، ما تكملوش الفيديو وتقوموا. ما تجيبش يخت يا عم. ماشي. والله نصيحه غاليه عليا جدا جدا. نصيحه غاليه ليه؟ لانها عرفتني ان في منتال شيفت محتاج اعمله. ايوه. محتاج توقف اندفاعك في الرد، محتاج تجيب يخت. تسمع. محتاج تسمع، محتاج تبوز وتسمع، لان مش دايما الرد الاندفاعي او الضحك اللي هضحكها على كلامه. ما انت ممكن كنت فاكره بيهزر في الاول. هو بيتكلم بجد تماما. هو بيتكلم بجد تماما. وعلى فكره كان لسه متبرع باليخت بتاعه وتبرع بيه في الاخر. قال لي انا سبته لليوت كلاب ياخدوه، مصاريفه كتير. هو مصاريفه كتير وصياناته والباركنج بتاعه، فانا سبته لهم مقابل عضويه باين عضويه. هو معروف اليخت ده لما بتجيبه بيفتح بقه. أيوة. معروف صح. بعد ال 50 بعد ال 50 ايه بقى؟ مش عارف بعد ال 50 نقطه. عقده باين 50 عقده بيجيب بقه. والله يعني انا يعني مش عايز اقول لك، يعني السؤال ده كان المفروض يكون في الاخر عشان نختم بيه الحلقه، عشان الناس تقدر تكمل الحلقه. بس ماشي. طيب ايه اكتر 3، بغض النظر عن اليخت يعني، ايه اكتر 3 حاجات لو عندك المعرفه اللي عندك دلوقتي كنت هتغيرها؟ لو جيت نيوزيلندا وانت عندك المعرفه اللي عندك دي، اكتر 3 حاجات انت كان ممكن تغيرهم او تاخد بالك منهم او تعمل اعتبار ليهم؟ بص، اول حاجه جت في بالي، الحياه هنا في نيوزيلندا عامه بطيئه جدا، هاديه كده، بينام بدري، مفيش هاش اكشن خالص، ما تلاقيش واحد عامل حاجه في حياته، يعني ما فيهاش قوي تطلعات. ماشي، فهي الحياه بطيئه بس هو ده عمرك، وهي دي سنين عمرك. فانت لو ضيعت سنين عمرك في ان انت بطيء هتندم قدام. فما تبقاش بطيء، املى حياتك القصيره دي بحاجات كتيره، لان عندك وقت، ان الناس مش طالبه منك كتير. يعني انك الشغل مثلا بيخلص الساعه 4 او بيخلص الساعه 5، لو قعدت ل 8 محدش هيقدرك ولا يسقف لك، بالعكس اصلا هيتضايق منك اصلا. لو قعدت بالليل ما بتعملش حاجه عشان بتفكر في شغل بكره زي ما احنا بنعمل في مصر، ده مش صح بالنسبه لهم خالص، ولا حتى صح في مصر. كده هي الحياه بطيئه بس هو عمرك. فانت في النهايه بعد زي عندي كده مثلا، انت شبابك راح في نيوزيلندا، انا مش ندمان على الشباب اللي راح في نيوزيلندا، هو ما راحش ولا حاجه، بالعكس انا استثمرت في نيوزيلندا، دي حاجه حلوه جدا. بس يعني مش لازم تكون سلو زيهم، هي كلتشر بطيئه، انت مش مضطر تكون حياتك بطيئه، انت ممكن تعمل كتير جدا في الفتره اللي انت قاعدها مع ناس ماشيه بالراحه. يعني انت هنا في نيوزيلندا في حاجه غريبه جدا، مشهد صغير، انت لو ماشي في الشارع وجنبيك عربيه ماشيه والطريق فاضي قدامك، العربيه مش بتمشي، بتلاقي ناس ماشيه بالراحه بلا سبب، مع ان الشارع فاضي قدامك، انت ممكن تمشي. هو ماشي على السرعه. لا مش بس كده، ابطا بكتير من السرعه. ما هو لو الدنيا هدت وفي مساحه قدامك فاضيه، في مصر بنسبق عشان نوصل، هناك مش بيسبق. لو انت ماشي في باركنج مثلا وبتركن او بتطلع من ركنه، تلاقي كله ماشي واقف، ماشي بالراحه، بيبص كتير، مفيش حد، اتحرك بقى، ماشي بالراحه برضو. لو في حد هنا وحد هنا، هتلاقي المشهد ده اخد دقيقتين كاملين بيبصوا لبعض وبيتواصلوا مع بعض فيرتشوال لغايه ما حد يقرر يطلع. ايوه، ده بطء واحنا بننام بدري، فانت مش مضطر حياتك تقف عشان انت في بلد بطيئه. ده بطء وانا ضغطي عالي. ايه تاني؟ الحاجه الثانيه اكتر حد شرحها بوضوح جدا وحطها لنا في كلمتين نفهمهم كلنا، السويسي. ايوه، الجنيه بلده. أيوة. انسى بقى انك انت ان انت كنت مثلا بالدولار النيوزيلندي، ملهاش دعوه خالص. انت بتخش النهارده، عايز اقول لك كده، في مره رحت مصر، جبت باين 3-4 كيلو مانجا و2 كيلو شمام، حاجات كتيره كده كتيره، يعني كنت شايلها 3-4 مرات. بعد كده ماسك الحاجات كلها وانا بحاسب، بترجم الفلوس دي لفلوس نيوزيلنديه، لقيت ده ثمن 3 فلفلات خضر هنا في نيوزيلندا. فلفلايه خضراء $5. فلفلايه خضراء، الفلفلايه الواحده. فانت لو قعدت تحسب انت بتاكل بكام وبتشرب بكام، ولا هتاكل تتعب ولا هتشرب، فانسى خالص الجنيه بلده. دي برضو حاجه مهمه جدا لما تيجي تاخد بالك منها على طول. الحاجه الثالثه، ما تتوقعش ان الحلو عندك في ثقافتك وفي معرفتك هو حلو في ثقافه غيرك. دي نقطه مهمه جدا، انا ما فهمتهاش غير لما جيت هنا. نيوزيلندا بلد مالتي كالتشرال بشكل فظيع، كل واحد جاي من بلد مختلفه تماما، زي بعض الدول، مثلا كندا نفس الكلام، استراليا نفس الكلام، دبي نفس الكلام، بس مش كل البلاد كده. لو رحت المانيا مثلا، المانيا فيها كالتشر معينه، الكالتشر دي هي الصح والغلط، مقتنعين بيها. هنا مفيش الكلام ده، هنا كل واحد عنده ثقافته المختلفه، كل واحد بدماغه. بالظبط.
وخلي بالك بقى من حاجه، الصح عندك مش شرط يكون الصح عند غيرك. لو قلت لك مثلا ايه رايك في سمت الكرم مثلا، ايه رايك فيه؟ ايه رايك في صفه الكرم؟ ايه رايك فيه؟ صفه الكرم جميل، جميله جدا صح. عندنا مش عندهم. عندنا عند الانجليز مش حاجه حلوه، عند الانجليز حاجه وحشه، حاجه عبط. ايوه لو كانت حاجه حلوه كان بعضهم عملها، ما هتدفع لي ليه؟ بيعملوهاش. انت متاكد انك هتدفع لي؟ في مره شفت اتنين، كنت انا في زياره عند اسره انجليزيه وجاي لهم ضيوف انجليز. الاسره اللي انا كنت عندهم اللي عاملين الاكل عاملين حاجه بسيطه جدا، خضار بسيط جدا، سلطه حرفيا وكميات صغيره وهم اللي بيغرفوا كمان. واللي جاي كضيف جايب معاه ازازه فيها نصها مليان، مش الباقي، مش كلها، كانت خلصانه عندهم. بجد والله. ودي ثقافه عندهم عادي. ده مش عيب في ثقافتهم، ده عيب في ثقافتك. طب معلش يا عمرو، بس قول لنا ازازه ايه عشان انا دماغي راحت بعيد. عصير كده، عصير ما بس مفتوحه ومشروب منها. ايوه يعني الكرم ليه مش كرم بقى ولا حاجه، هو ده يعني انا جايب لك حاجه عمليه تتحط على السفره عشان احنا اربعه. لو احنا اربعه كل واحد هياخد كوبايه وخلاص. حرفيا عملي جدا جدا. ايوه. حاجه مثلا ثانيه، ايه رايك في خفه الدم؟ شخص دمه خفيف، ايه رايك؟ حاجه جميله جميله في وقتها. قدام الروسي مش حلوه خالص، دي حاجه وحشه جدا جدا. تهريج. مش في ثقافته كده، في ثقافته فيرم جدا، ما تحورش، ما تجملش الكلام، خليك صريح جدا. كل ثقافه غير الثانيه. اللي انت محترم في ثقافتك وحلو في ثقافتك مش شرط يكون حلو عند الثاني. انا بقول لك كده ليه؟ عشان لما تقابل ثقافه مختلفه لا تصطدم معاه بانك تقول له على فكره الشطافه دي نظافه وانضف حاجه في الدنيا ومفيش غير كده. انت كده بتحرجه وبتهينه، ما هي مش في ثقافته. ايوه. ومش شرط اللي بالنسبه لك انت نظافه وحاجه شيك وحلوه، هي انضف حاجه يعني بصراحه. شفت يعني بس تمام. انا متفق معاك، بس هو مش متفق معاك، فمش لازم تهينه بثقافته. أيوة. اللي هي مختلفه. وحتى الصفات الحلوه في ثقافتنا مش شرط تكون حلوه عنده. انا قصدي يعني على حسب مستوى العلاقه. يعني في ناس اجانب كتير اتكلموا في موضوع الشطافه ده، خصوصا ايام الكورونا، وموضوع الشطافه ده تحديدا يعني. بس ماشي. انا بتكلم بشكل عام، ان اللي انت مقتنع بيه ان هو حلو لازم تبقى واضح بينك وبين نفسك ان ده عندي وفي ثقافتي. العرب مثلا عندهم الشجاعه والشهامه والكرم. الشجاعه ده مش حاجه حلوه عند الامريكان عنده الافشنسي، انت وصلت للنتيجه باسرع طريقه. ما تفكرنيش ما تكنيش في شجاعه. الورك لايف بالانس مهم جدا هنا. انا في مره حاجه غريبه جدا، كنت في انترفيو هنا في نيوزيلندا والمدير سالني اسئله كتيره وقال لي رائع، اجاباتك كلها رائعه، بس عندي تحفظ على حاجه واحده بس انت قلتها. انت قلت لي انك انت ما بتاخدش اجازات كتير. دي حاجه بالنسبه لنا مشكله كبيره. احنا مهم عندنا جدا ان كل حد يكون بياخد اجازات تسمح له ان هو يريح. فانت متخيل انك كنت قلت كلمه بالنسبه له غلط مش عايز يسمعها؟ هي ممكن ان حد تاني يفتكرها ان هي حاجه حلوه. مصر يحبوها جدا، ما تاخدش اجازات، دي حاجه حلوه جدا في مصر. لو انت كل ميتنج في مصر هتحضره في ميعاده واول حد يدخل المكتب وكده، المصري يقول لك ايه يا عم المنبه فيه ايه؟ صح؟ بينما لو الكلام ده في المانيا بالعكس طبعا. فاللي عايز اقوله ان الثقافه مش صلبه عند الناس كلها، الثقافه مختلفه. فتعامل باوبن ماينددنس مع ثقافه الغير، ومع ان اللي في بالك وفي تفكيرك هو الاصح مش شرط يكون عند اللي قدامك هو الاصح برضه، ولكن مع احترام ثقافتك 100%. يعني مش عشان اميع ثقافتي اقلع الطرحه ولا اعمل حاجه عندي في ثقافتي تضرني تماما. لا، مش عشان اندمج اميع ثقافتك خالص. هتحترم ثقافتك جدا بس ما تفرضش ثقافتك على غيرك، ولا تتوقع ان غيرك هيحاول يفرض ثقافته عليك، بالذات في بلد هنا مفتوحه زي نيوزيلندا. ولو حد حاول على دماغه على طول، على دماغه 100%. طب تعالى نقعد، يلا بينا. بص في مكان هنا رائع، في كتاب اسمه كالتشرال ماب، اصفر كده جلدته صفرة، حلو جدا وصادم جدا. لو انت ما سافرتش بلد فيها ثقافات مختلفه هتنبهر بحاجات كتير جدا في الكتاب ده. بس هو بيحكي عن الحته دي بالظبط، ان بتلاقي الثقافه عكسها بالظبط بين بلدين مختلفين. واحد من الامثال اللي بيحكيها بيتكلم على واحده فرنسيه شغاله في شركه امريكيه وفاكره نفسها يعني برنسيسه، والناس بيحبوها جدا ومقدرينها جدا جدا جدا، وان هي متقدره جدا، ومديرها في نفس الوقت مديرها شايف انه اداها اخر انذار اللي بعد كده هيرفدها. فجت البنت اللي هي كاتبه الكتاب ده حضرت الموقف ده وهي فاهمه ثقافه الفرنسيين وفاهمه ثقافه الامريكان واضحين جدا على طول الا في حاجه واحده، الفيدباك. الامريكي عنده الفيدباك بيديه بطريقه الساندوتش، يدي لك كلمه حلوه ويرمي لك كلمه في النص مش حلوه ويدي لك كلمه حلوه في الاخر. الفرنسي بقى عنده العكس، الفرنسي عنده الفيدباك تحديدا واضح جدا فيه، مع انه في العادي بيزوق الكلام. فالفرنسيه مع تيم الامريكي سمعت الفيدباك كلام حلو وفي كلمه وحشه في النص عادي، يعني ايه مشكله؟ فهي مش فاهمه، مش مدركه ان هي كده بتتحذر ان ده بيديها فيدباك نيجاتيف، هي بالنسبه لها فاكره الفيدباك ده بوزيتيف. فالكتاب حلو، كتاب اسمه كالتشرال ماب، حلو جدا وحلو تجهز بيه نفسك قبل ما تسافر بلد فيها كالتشرز مختلفه، هيساعدك شويه ادابت للكالتشرز المختلفه دي. والله لو وصلت الى هذه النقطه من الفيديو وحابب ان احنا نبقى نجيب الكتاب ده في وقت من الاوقات، يعني لو وصلت طبعا هيوصلوا في ايه؟ طبعا هيوصلوا، واحنا بنهزر يا جدعان. يبقى سيب لنا تعليق ويمكن نعمل الكتاب ده مع بعض.
طيب يا عزيزي، عايزك تكلمني عن نظريه مؤامره موجوده هنا في نيوزيلندا، انت مؤمن بيها تماما؟ هو انا ما بحبش كلمه نظريه مؤامره، يعني هي دي تحديدا في ناس بيسموها مؤامره، بس انا ما بحبش الكلمه دي كوصفها. يعني هي فكره ان الارض مسطحه وكرويه والدسكشن المشهور جدا ده. يعني انا زمان كان عندي شكوك كتيره، كنت عادي ما اعرفش، هي مش مهتم بالموضوع، مش فارقه معايا. بس جيت هنا نيوزيلندا احنا هنا جنب القطب الجنوبي، انت عارف على بزبوز الارض. احنا جنب القطب الجنوبي، احنا جنبنا هنا بعدين ولا حاجه الجدار الجليدي. فانا مش في اي حد هنا في البلد فاهم كويس قوي ايه الجدار الجليدي؟ الجدار الجليدي ده بتاع الناس اللي بتقول ان الارض مسطحه يا ابني. اخر حاجه بعد كل الكوكب، بعد كل اخر القارات اللي احنا عارفينها في الخريطه والنسب والكلام ده كله، بعديها في الجدار الجليدي اللي فيه وراه العالم الثاني. ايوه احنا هنا في نيوزيلندا شايفين الكلام ده وعارفينه. انا في مره اصلا كنت ماشي في السيتي، في السيتي اصلا زحمه جدا. ايوه ومفيش ركنه خالص. قعدت نص ساعه بلف على ركنه، نص ساعه. بلف لقيت نفسي فين؟ عند الجدار. انت راكن هناك وين؟ الجدار الجليدي. بتضحك على ايه؟ شيل السؤال ده، انا ما بحبش هي بص، في ناس كتيره شايفاها والله شيل السؤال ده، خلاص مش هتكلم معاك تاني. انا ماشي انا بكلم في حاجات صح يا يحيى. فيه اقفل الكلام ده، طبعا اقعد خلاص ما تسالش السؤال كده. طب انا اسف قول لي على حاجات او حاجه واحده اتعلمتها من نيوزيلندا. في سلوك جميل جدا جدا هنا في نيوزيلندا ومتناسب جدا مع الكالتشر النيوزيلنديه، التواضع. الشعب النيوزيلندي شعب متواضع جدا، والشياكه في الطلب. يعني ما تلاقيش عنده اخلاقياته حلوه جميله مريحه قوي انك تعرف واحد نيوزيلندي. لو واحد كيوي في حياتك هتنبسط جدا، لان هو مبدئيا حتى لو مديرك لحد لو صاحب الشركه بيطلب منك طلب هيطلبه باكتر طريقه شيك في البلد كلها، في الدنيا، ان انت مش هتفهمه، مش هتعرف انه بيطلب منك. ايوه انا عارف. كان في مره حد بيقول لي في الاول خالص، بيقول لي عمرو ايه رايك في الموضوع ده؟ انا شايفه حاجه حلوه. كان في الشغل يعني، كيفن مديري في الشغل. قلت له فعلا فكره حلوه، بس هو ده كان بيطلب مني بس ما كنتش فاهم. ايوه جه بعد ايام او اسابيع بيقول لي بس عارف برضو يا عمرو، لو احنا عندنا حاجه زي كده مثلا في الداتابيز يعني ممكن تريحنا، ممكن تكون حاجه حلوه. قلت له فعلا يا كيفن عندك حق، دي فكره حلوه. انت عايز ايه بقى؟ في المره الثالثه لمح لي حاجه زي كده، قلت له انت قصدك ان انا اعملها؟ ان هي حلوه اعملها ولا حلوه يعني نعرفها؟ ما تقول يعني، ما احنا عندنا تاسكات وتاسك ليست وبرايورتيز، ما تقول يعني ايه الصعب في كده؟ ايه الصعب انك بتحدد البرايورتيز اللي التيم بتاعك بيشتغل عليها؟ مش عيب؟ انت المدير يا جيمي لو مش واخد بالك. انت مش بس عندك يخت، انت المدير يا فهو شعب مريح جدا في التعامل وشيك في طلباته. الحاجه الثانيه التواضع. لو حد عمل حاجه مبهره جدا جدا، يعني بتيجي مثلا تقابلني النهارده انا في الشغل مثلا، بعد هو بقالي 7 سنين ولا في البلد دي، جيت في مره دخلت شركه جديده اول مره اشتغل معاهم خالص، لقيت عندهم مشكله شفتها بسرعه وحلتها في نفس اليوم. بقى اول يوم ليا في الشغل حليت مشكله جديده عندهم، فالناس منبهره، فبيقولوا بيدي فيدباك حلو جدا. الله ده حلوه جدا جدا. ردي كان ايه ساعتها؟ قلت له بيجنرز لك، حظ مبتدئين. هي البلد ماشيه كده، والبلد تحب السلوك ده. ايوه. لو في بلد تاني تقول له عيب عليك يا اسطى، عيب ده انت جبت لك من الاخر. بلد تاني تحب كده، عارف التول بابي سيندروم. ايوه ده حاجه تانية ممكن نتكلم عنها. ايوه هي نفس الفكره، هو بيحبك متواضع لانه ما بيحبكش تكون احسن منه، والبلد نفسها متواضعين، فتلاقي متواضعين. اللي ماشي في الكالتشر مع البلد ايا كان اعلى راس في البلد متواضع جدا، وتلاقي الدنيا حنينه مع الكلام. قول لي على حاجه مش موجوده غير في نيوزيلندا. حاجه مش موجوده غير في نيوزيلندا، حاجه بستغربها جدا جدا جدا. عارف الكارت كريدت كارد لما بتيجي تسوايب كده او تتاتش على المكنه بيسموها هنا باي ويف. دخلت في مصر مؤخرا من سنتين ولا حاجه. الدفع بالواي فاي. الدفع بالواي فاي دي موجوده بقى لها هنا في قد ايه في نيوزيلندا؟ من ايام 2011. من 14 سنه. واحده من اوائل بلاد العالم اللي عملت الموضوع ده. لما عملوها الشانل اوف بيمنت راحت مع الكريدت كارد شانل اوف بيمنت، فاصبح لما بتعمل تابنج نفس الكارت بتاع الديبت كارد عادي، لما بتلمس المكنه بتعدي على الشانل بتاعت الكريدت كارد. شانل الكريدت كارد بتدفعك قد ايه؟ 2.5% على كل ترانزاكشن. متخيل؟ الشعب النيوزيلندي النهارده كله ما بيحطش الكارت في المكنه، بيلمس على المكنه، بينما لو بدل ما يلمس يحط جوه المكنه هيوفر 2.5%. هيوفر 2.5%. بعض المحلات الكبيره بتتشارج هي على نفسها ال 2.5% دول، بس في الاخر هي لازم تدفع كده كده. بس اغلب المحلات الصغيره كلها بيدفعك 2.5%. فالشعب عنده راحه باله في ان انا وانا معدي المس الكارت ما احطوش جوه وادفع 2.5%. اشتري دماغي. الشعب ده بالنسبه له الكونفينينس والراحه، اشتري دماغي اهم من التوفير، اهم من الافشنسي، اهم من حاجه. يا باشا هعمل لك سوليوشن يوفر لك الكوست بتاع المشروع ده للنص. وليه يا عم؟ ما احنا شغالين وبندوس على الزراير. هوجع دماغي ليه؟ ليه هوجع دماغي؟ نعلم الناس. يعني انت عايز تقول لي انك هتعملي حاجه اقلل بيها العماله والناس دي ما تاكلش عيش؟ لا. فهو البلد ماشيه
بحيث ان كله ياكل عيش. نفس فكره التكاسي بالظبط. التاكسي ده عايش ازاي؟ عشان الكونفينينس، عشان كل حاجه تستمر كده في البلد والناس تعيش، خلي الناس تاكل عيش. السؤال قبل الاخير، برنامج لا تستغني عنه في نيوزيلندا، برنامج تطبيق موبايل. في برنامج هنا اسمه ليبي، هو موجود في العالم كله مش بس هنا، اسمه ليبي LIBBY. ده برنامج بتحط فيه اي كارت مكتبه او حاجه تبع الجامعه بتاعتك، جامعات العالم كلها بتعمل الكلام ده. بيدي لك اكسس على مجموعه مهوله من الكتب، الاي بوكس والاوديو بوكس. فده بالنسبه لي بصراحه ادمان. اروح جيم ولا اروح اي حته ولا اتمشى حتى في البارك، دايما في كتاب في ودني بسمع الكتاب. يمكن سمعت مئات الكتب بالطريقه دي. مبسوط قوي ان انا ادمنت حاجه زي كده احسن من حاجات تانية كتير. فده ابلكيشن لا استغني عنه ابدا خالص. ايه اللي حصل؟ الجيمبل المكار فصل. بس تجربه جيده يعني، اعتقد لذيذ. الناس هتقول لنا رايهم فيها. في ناس تخش الجيم مثلا تسمع حاجات موتيفيشن بقى واغاني وحاجات ما اعرفش بيسموها ايجاز والحاجات دي، حاجات عاليه كده انا بسمع روبرت جرين. واللي عارف روبرت جرين كويس عارف انا قصدي على انهي كتاب بالظبط. بجد احلى موتيفيشن في الجيم، احلى موتيفيشن في ايه الجيم. بقى روبرت جرين؟ مش مهم، مش هم عارفين. طيب اخر سؤال، وهو اكثر يلا. سؤال اتسال في 2024 وفي اخر 2023. مم. بما انك راجل يعني ما شاء الله عليك ليك في التك مم. وشغال في التكنولوجيا، ايه رايك في مستقبل الوظائف مع الاي اي وشات جي بي تي والكلام ده؟ بص انا متابع ثوره الاي اي من داي 3. يعني شات جي بي تي لما ظهر كان ظهر في ديسمبر 22 تقريبا حسب ما انا فاكر. يعني بعد 3 ايام كان عندي كنت بحضر سبيتش بكتبها. ايوه عملت السبيتش حرفيا. الخطبة. أيوة. هو اول خطبه معموله بالاي اي في العالم تقريبا حرفيا بعد 3 ايام بالظبط. فانا من دي 1 وانت كمان نفس الكلام، احنا الاثنين منبهرين بالاي اي من دي 1. والثوره والتطور اللي بيحصل فيه مهول من 22 ل 24. تعال نبص كده ونفكر في 2040 هيبقى عامل ازاي؟ ايه اللي هيفضل احنا اشطر منه فيه؟ الله اعلم، صعب قوي تتوقع على اللونج ران. بس على الشورت ران اللي متاكدين منه ان شغلنا هيبقى اسهل بكتير جدا جدا. ايا كان شغلك ايه الفكره اللي هيعرف يستخدمه، اللي هيعرف يطوعه صح ويستخدمه. زي فكر لما العربيات ظهرت، كانت الناس الاول بتشيل بالماشيه وعندهم عربيه كارو بيجرها الماشيه، وبعدين بعد كده طلعت العربيات، فده وفر وقت ومجهود وفي ناس كتير خسرت وظائفها. بس اللي قدر يتكيف مع الموضوع وبعدين جاب عربيه وبدا يشتغل، فكان الموضوع بالنسبه له ناجح. فاعتقد هيكون هو ده شكله. كلب عايز منك ايه؟ كلب عايز مني ايه؟ هو نفس المثال ده بتاع الثوره الصناعيه لما دخلت الماشين بدل ما كان الاف أيوة العمال دخلت الماشين. فاللي حصل مره واحده العمال الكتار قوي دول قعدوا في البيت وحصل ديبريشن رهيب والناس كلها اترفدت وقعدوا في البيت والكلام ده كله. بس سنه اصبح لهم شغل تاني. ايوه فلازم هتحصل شوك في الماركت. لازم الشخص اللي هيبقى مش متعلم على الاي اي. يعني تخيل كده احنا مثلا شركه عندنا مثلا فيها ديفلوبرز، الديفلوبر اللي بيستخدم الاي اي اسرع بكتير واشطر بكتير من اللي مش بيستخدم اي اي. في مرحله من المراحل او النهارده اصلا مش هعين واحد معهوش اي اي، مش هعين واحد كده، هيبقى بطيء جدا قدامي في الشغل. فانت في الوقت القريب ده لو انت مش شاطر في استخدام الاي اي، كل اللي حواليك اللي سبقوك هيسبقوك 100%. على المستوى البعيد بقى 2040 و2050 الله اعلم هيفضل ايه نعمله اصلا. الله اعلم بجد. ايوه سيبك بقى 2100 دي ان شاء الله مش هنكون عايشين الحمد لله. مشاكل بقى عيالنا يحلوها هم. ايوه النيزك اللي هيجي مش محتاجينه يجي، ما خلاص ما الاي اي هيكمل خلاص. كان ليه كلمه حلوه جدا ايلون ماسك، قال لك الاي اي مش لازم يكون ماشي في الشارع ماسك اسلحه وبيقتل فينا. يكفي ان هو يبقى اشطر منك في اللي انت بتعرف تعمله. خلاص قعدك في البيت مش محتاج يحاربك بان هو يقتلك. هو بس اصبح اشطر مني في الشغل بتاعي، خلصت مع السلامه. هو كده قتلك فعلا بالظبط. والله يعني ده المثال الحميد، ده البناين سيتويشن. سيبك ان هو خرج عن طوعنا والحاجات دي كلها. والله يا عزيزي يعني سعدنا بهذا اللقاء اللي متصور بالموبايل بتاعك وبالمايك بتاعك وبالجيمبل بتاعك. فيعني احنا بقالنا قد ايه بنحاول نخطط عشان نصور التصوير ده. لقد هرمنا. ايوه والله. بس ممكن اعلق على يعني في حاجه سيبك من الجيمبل بتاعي. أيوه. الدراع بتاعي ده تعب قوي والله. طب انا دراعي بالنسبه لدراعي اللي ما كانش باين انت استحملت ازاي؟ هو باين في الفيديو. احنا سعدنا بهذا اللقاء ويعني نتمنى لك كل التوفيق والسعاده وفيديوهات كثيره في المستقبل ان شاء الله. ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي هسيب لكم تحت طبعا لينكات عمرو غنية عن التعريف. ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله اشوفكم بخير والسلام عليكم. كوبايه جوه كوبايه. ماشي. ثانك يو. ادي الايس كريم وادي القهوه. تعالى بقى ايه شوف لنا مكان كده نروح نقعد فيه. الايس كريم بتاعهم انا بحب الابيض عن الشوكولاته الصراحه عندهم بالذات. في مكان بره حديقه اطفال للعب، وده زي مكان فود كورت كده تجيب اكلك وتقعد فيه.
الحديقه اللي بره دي جميله قوي، لما جبت العيال فيها مره انبسطوا جدا. تعالى نقعد بقى ايه في مكان ما. واحد صاحبي احمد ابو عامر، ايوه لما يسيب الخير، في عرب استراليا شوية. دلوقتي. في استراليا دلوقتي ايوه قال لي عايزين نلعب بينج. انا في العادي لما حد بيقول لي نلعب بينج بقول له بقى ماشي نشوف هو ربنا ان شاء يسهل. الله. ومين هيكسب؟ الاشطر يكسب، الله اعلم. انا اصلا ما بعرفش العب والحاجات دي. انا لسبب ما قلت له همسحك. قلت له بص يا ابو عامر، ده انا هدوس عليك. انت بتعرف تلعب؟ بعرف العب. قلت له ده انا هدوس عليك ماشي. قال لي بس انا برضه بعرف ألعب. قلت له همسحك، بقول لك ما تفكرش فيها خالص. سففك التراب. اه بس بعد ما هو خلصنا الماتش وكده بعد ما سففك التراب. ما انا ما قلتش كده بقى. اما هو مصور معايا فيديو واحنا خارجين من البنك، قال لي ايه اللي حصل يا عمرو جوه ده؟ ايه اللي حصل جوه؟ كنت قلت له تمسحني، ايه اللي حصل؟ قلت له ما احنا ما لعبناش. ما الترابيزه كانت محجوزه، ما لعبناش. هو انا ما سالتش. هو ما فيش حاجه تثبت الكلام ده. ايوه ايه اللي يثبت؟ صح. برضه امال ايه؟ وانا قلت ايه؟ ولا ما سالتش ايه اكتر؟ ولا انت جاوبتش. مسطول والله. انا مش هديك الحاجات دي عشان ايوه ماشي. تستخدمها عليا. ايه اغرب؟ طيب تاني. هتقص الكلام ده ولا ايه؟ يحيى انا مش هسامحك لو أيوة. حاجه نزلت بره النص. طيب قول لي يا صديقي، قول لي بعد يا بقالك قد ايه دلوقتي في البلد؟ إيه بقالي ده؟ 6 سنين ونص. إيه ده؟ هي مش مقتنع بان وشوش معرفش. دول بني ادمين. المشكله في كده. فده بالنسبه لي كان كلتشر. انا شايف انكم ايه ما تكملوش الفيديو وتقوموا.